هدية من السماء وصلت لأهل غزة. لا من السماء ايه؟ ده من البحر من حيث لا يحتسبوا. مرة واحدة كده يجي لهم رزق، ومش أي رزق، دي أكبر سمكة في البحر، سمكة قرش الحوت بطول 12 متر ووزن 1.5 طن، يعني تكفي عدد كبير من الأشقاء في غزة لمدة أيام. استنى، دي مش بيئتها أصلا ولا مكانها هناك، إزاي وصلت؟ ربك لما يريد. حلو، بس العلم عايز يفهم. كلم العلماء واسمع القصة. تحياتي للباحث والكاتب العبقري حسام صالح اللي ادانا مقالة بعنوان رحلة مثيرة للقرش بهلول من البحر الأحمر للمتوسط عبر قناة السويس من جريدة الأخبار. خليني أقول لك يا صديقي إن أول ما نتكلم في القصة دي هو الإعلام العبري، وقالوا إن الغزاوية بيهاجموا قرش الحوت، ودي سمكة نادرة وسمكة مهددة بالانقراض وعلى القايمة الحمراء. كل الكلام ده صحيح، بس الغزاوية ما هاجموش قرش الحوت ولا تعمدوا يصطادوه، وده تقريبا اول مره يتم رصده في المنطقه دي، لان دي اصلا مش منطقته، لان هو بيعيش في المناطق الاستوائيه الدافئه. وجايب لك خريطه توزيعته على مستوى العالم. في الفتره الاخيره صديقي كان فيه اهتمام بقرش الحوت حوالي اخر 5 سنين، تتبع رحلاته وهجرته والاعماق اللي بيوصل لها. يعني مثلا كان بيعتقد قبل 4 أو 5 سنين ان اقصى عمق بيوصل ليه هو 900 متر، بس مره اترصد على عمق 1900 متر، وده في حد ذاته تغير وتكيف رهيب في ظروف قاسيه. كلمه بهلول جايه من النقط اللي عليه، زي المهرج بتاع زمان، فاكره صديقي؟ كان بيحط نقط بيضاء او حمراء. وبهلول برضه لانه اكبر سمكه في البحار والمحيطات في العالم، وتصنيفه من الاسماك مش الحيتان، لان الحيتان ثدييات. رغم بقى حجمه ده فهو اكبر تاني مخلوق بعد الحوت الازرق، واكبر سمكه في المحيطات. العملاق الوديع ما بيهاجمش اسماك كبيره ولا بيهاجم بني ادمين، وبيتغذى على الترشيح والعوالق الصغيره والبيئه اللي بيبقى موجود فيها. دليل ان البيئه دي نظيفه، لانه ما بيعومش في ميه وحشه ولا ميه فيها ملوثات. صيده في الطبيعي يا صديقي ما بيحصلش، لان ما فيش حد عنده القدره يصطاد حاجه بالحجم ده، بس ممكن يحصل بالصيد العرضي. لكن هو بسبب حجمه وسبب التغذيه بتاعته بالترشيح، فده بيلزمه ان هو دايما يتحرك عشان يعرف يتنفس، يمشي لقدام، الميه تجري تعدي على الخياشيم وياخد منها الاكسجين. فمعنى كده انه لو هو موجود في ميه او دخل في شبكه او دخل في حوض مقفول او اي مكان مفيش حركه انه يتحرك لقدام هيموت. ودي الطريقه اللي حصل له فيها جنوح في غزه. هو دخل حوض المينا بتاع خان يونس، معرفش يلف ويطلع فمات. هما ما اصطادوهوش، هما جابوه بعد ما مات. الدكتور أمجد شعبان الباحث في معهد علوم البحار فسر ده بأن القرش الحوتي موجود في جميع البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة باستثناء البحر المتوسط، عشان كده وجوده هنا نادر جدا. وبيقول ان السمكة اللي وجدت في غزة دي سمكة مهاجرة من البحر الأحمر في ظاهرة علمية اسمها زاليسبسيان مايجريشن، ويا رب أكون بقولها صح. وهي ظاهرة معروفة لدى العلماء بتمثل هجرة الكائنات البحرية من البحر الأحمر للبحر المتوسط عبر قناة السويس. ودي حصلت بعد حفر قناة السويس على فكرة، بعد ما تم ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. احنا مش بنعدي مراكب وسفن بس، احنا بنسهل الهجرة على الأسماك. سمكة قرش الحوت من الكائنات كتيرة الهجرة، الباحثين سجلوا ليهم 13,000 كيلو متر مسافة. ظهور القرش الحوتي قيمة كبيرة اقتصادية بتستغلها الدول اقتصاديا للترويج للسياحة، يرصدوا حركاتهم وتجمعاتهم وينظموا رحلات ليها، سنوركلينج ودايفنج. زي الفلبين عندهم أماكن مشهورة هناك الناس بيجي لها من أي حتة في العالم. المهم توعية للصيادين، لأنها على القائمة الحمراء في قائمة الاتحاد الدولي، يعني مهدد بالانقراض خلاص. ده غير انه مفيد لصحة بحارنا ومحيطاتنا وجزء اساسي في النظام البيئي البحري، وبيعمل على فلترة مية البحر. بهلول العملاق المسالم الوديع اللي حتى مش بيهاجم اسماك كبيرة. السؤال بقى هنا ليك يا صديقي، ليه السمكة دي اسمها سمكة قرش الحوت؟ اللي هو سمكة ولا قرش ولا حوت؟ اكتبولي في التعليقات، والإجابة النموذجية لازم يكسب يا ماسك يا تيشيرت مود رار اللي هو يختاره.